وريني بقى كده يا ابني اخر اخبار النادي الاهلي. عندنا 4 اخبار حلوين وخبر واحد هينكد على جمهور الاهلي شويه. يعني عندنا 4 عودات وغيابين. طبعا محدش فاهم. نبتدي بالاخبار الحلوه على طول. رسميا الخبر اللي هيفرح كل جمهور النادي الاهلي اقتراب عوده امام عاشور. كل التحاليل اللي بيعملها امام عاشور نتيجتها باذن الله بتبين ان هو خلاص قرب يقترب من العوده للمشاركه في التدريبات، وان شاء الله يلحق بطوله السوبر. امام عاشور اقوى لعيب في النادي الاهلي واهم لعيب بالنسبه للجمهور، ان شاء الله راجع. ده كده اول عوده. العوده الثانيه والخبر الثاني الحلو هو عوده محمد الشناوي لحراسه مرمى النادي الاهلي. طبعا مصطفى شوبير ما قصرش، ولكن عايزين نطمن على اللعيبه بتاعتنا كلها كامله. الخبر الثالث والعوده الثالثه هو رسميا عوده كريم فؤاد، اللعيب السوبر، اللعيب الكويس جدا، ولكن حظه مش افضل حاجه في الاصابات، بيتصاب كتير، ولكن لعيب مفيد ومهم جدا في النادي الاهلي. الخبر الرابع اللي انا بالنسبه لي ممكن يكون وحش للبعض، بس انا بالنسبه لي شايفه حلو، وهو كمان غياب احمد نبيل كوكا بسبب تراكم الانذارات، ومش هيلعب ماتش بتروجيت. طب هتقول لي ده خبر حلو ليه؟ هقول لك لان الخبر الحلو هو ان شاء الله ان يسرب يبتدي بمحمد شكري، الصفقه اللي احنا اصلا جايبينها عشان تقود الجبهه اليسرى للنادي الاهلي. اما بقى الخبر الوحش اللي معانا وممكن يضايق جمهور النادي الاهلي هو غياب مروان عطيه عن مباراه بتروجيت بسبب تراكم الانذارات، ولكن غياب مروان عطيه ان شاء الله ما يكونش مؤثر قوي، وده يدي فرصه ان ديانج يلعب اساس المباراه دي. عايزك بقى انت تكتب لي في الكومنتات انهي خبر من دول فرحك وانهي خبر ضايقك. اكتبوا لي بسرعه.